لم يختفي الدب الروسي عن الساحة، فالجديد عنده دائما مقلق ومثير. فما هي أحدث مستجدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ قبل ساعات وقع بوتين مرسوما بالموافقة على عقيدة نووية محدثة، والتي من شأنها تحديد أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي. الوثيقة التي وقعها بوتين نصت على أمور عدة، لكن أبرزها ما يتم فهمه من بين السطور. التعديلات الجديدة تسمح باستخدام الأسلحة النووية في مواجهة ما أسمته عدوان من دولة غير نووية، لكنه تم بمشاركة أو دعم دولة نووية، لأن ذلك سيعتبر هجوماً مشتركاً على الاتحاد الروسي. لست بحاجة الآن لإخبارك بأن الدولة غير النووية هي أوكرانيا، والدولة النووية التي تدعمها هي أمريكا. لكن لماذا أخذ بوتين هذه الخطوة؟ إجراء بوتين جاء رداً على قرار قد اتخذته قبل أيام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بصواريخ أمريكية بعيدة المدى. قد تبدو الأزمة واحتمالية الحرب ضيقة النطاق، أي أنها ستحدث على الأراضي الأوكرانية، لكن دخول صديق بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على الخط قد يجعل الحرب المحتملة أكثر اتساعاً. ففي نفس التوقيت الذي اتخذ فيه بايدن قراره لصالح أوكرانيا، كان زعيم كوريا الشمالية قد أمر جيشه بأن يركز كل جهوده على إكمال الاستعدادات للحرب، وذلك على خلفية اتهامه جارته الجنوبية وداعمتها أمريكا بالتسبب في وصول التوترات إلى أسوأ مرحلة في التاريخ. فهل حقاً نعيش المرحلة الأسوأ في التاريخ؟